قواعد البيانات بقت بتوصل لأحجام خيالية اليومين دول، يعني لك أن تتخيل إن حجم قاعدة بيانات جوجل بيوصل من 100 ل 500 بيتا بايت، واللي ما يعرفش البيتا بايت هي 1000 تيرا بايت أو مليون جيجا بايت، وما زالت في زيادة. ورغم ده يا دوبك تكتب الكلمة وتتك بحث تلاقي النتيجة ما بتاخدش ثواني. وفي حاجات كتير تقدر تساعد في ده، كمثال السيرفرات اللي بيستخدموها سريعة كفاية إنها تقوم بعملية البحث بشكل سريع، وأكيد في عوامل تانية برضو، ولكن الأهم من ده كله هي الطريقة اللي بيستخدموها في تنظيم البيانات، وهو ده اللي هندردش فيه في حكاية النهاردة على كودكس لاين. قبل أي حاجة لازم نرجع شوية بالزمن ورا إلى عصر الرومان قبل الميلاد، وتحديدا في الإسكندرية. المهم الرومان كانوا في الوقت ده بيسافروا حوالين العالم وبيشوفوا أماكن وثقافات مختلفة حواليهم، واللي خلى نخبة من عباقرة الرومان وقتها يقولوا ليه ما يكونش عندنا مكان نجمع فيه كل المعرفة اللي عند الشعوب اللي حوالينا دول. ودي كانت بداية فكرة إنشاء مكتبة الإسكندرية العظيمة، واللي تم في عهد بطليموس الأول. وفضل الموضوع حلم عند ملوك الرومان ساعتها لحد ما جه واحد اسمه ديمتريس اوف فالرون، واللي هو ساعتها كان واخد وضعه في أتينا عاصمة اليونان، لأنه كان فيلسوف ومتحدث عبقري ومعروف عنه السفر الكتير حول العالم، وليه شعبية كبيرة، واللي أهله بعد كده إنه يمسك منصب كبير في الحكومة هناك. ولكن الأمور ما استقرتش في أتينا، واضطر يسافر لكذا بلد بعد كده إلى أن استقر بيه الحال في مصر، واللي كان حاكم مصر ساعتها بطليموس الأول، واللي أدرك إن الشخص ده هو اللي بيدور عليه لبناء المكتبة، وبالتالي فتح معاه الموضوع وكلفه بالمهمة. وده خلى ليه شعبية أكبر لدرجة إنه بقى من أقرب المقربين إلى الملك، وبقى المتحدث باسمه. ولكن ما علينا من اللي حصل بعد كده من مشاكل سياسية وحروب وغيره. والمهم إن المكتبة اتبنت في عهد بطليموس الثاني ابن الملك، ومن هنا ابتدى الجد، وجه دور جمع الثقافات عن الشعوب اللي حواليهم في مكان واحد. وساعتها اعتمدوا على السفن بتاعتهم اللي بتسافر لكل بلد حواليهم انها تسجل كل المعرفة اللي عند الشعب ده في هيئة مخطوطات، وبعدين بتتنقل للمكتبة. وعدد المخطوطات دي مش معروف لحد دلوقتي، ولكن يعتقد كده ان طولهم كلهم على بعض وصل من 40,000 متر ل 400,000 متر. قانون تلاقي، كوميدي تلاقي، دراما تلاقي، وغيره كله موجود. ده حتى اكتشفوا مخطوطات عن الهيرو انجن، وده محرك استخدموه زمان وبيشتغل بالبخار، على الرغم ان كل ده حصل قبل الميلاد. والمحركات ما اتعرفتش وتم استخدامها الا بعدها بسنين، دليل ان الناس دي ما كانتش بتهزر، وبالمعرفة اللي قدروا يجمعوها يقدروا يبقوا اقوى شعوب الارض. والمهم مع الكم الكبير من المخطوطات دي في مكان واحد ظهرت عقبة، ان عملية البحث عن اي مخطوطة كان شيء صعب قوي في ظل الكم الهائل ده من المخطوطات. واللي حل المشكلة دي عم زينتوس، الناقد والأكاديمي الكبير في عصر الرومان ساعتها، واللي كان أول واحد يبقى مسؤول عن إدارة المكتبة، واللي ابتكر طريقة الترتيب الأبجدي عن طريق تقسيم المخطوطات إلى مجموعات واستخدام أول حرف من اسم المؤلف. والطريقة دي ما زالت مستخدمة كقاعدة أساسية في كل المكتبات لحد دلوقتي في ترتيب الكتب. والمهم وبعيدا عن الكتب اللي يدوبك الواحد بيخلص الدراسة من هنا وتلاقي كتاب الكيمياء بيتلف فيه طعمية، والفيزياء للبطاطس والبتنجان. ونرجع لوقتنا الحالي ونروح خصوصا إلى المجال التكنولوجي، وهنلاقي الموضوع مختلف حبتين، لأن مش كل البيانات اللي عندك على هيئة نصوص، فصعب إنك تقسمها عن طريق الحروف زي ما عملت مع الكتب. كمثال أي بيانات على الكمبيوتر هي عبارة عن 0 و1، والكمبيوتر ما بيقدرش يعرف هي دي صورة ولا فيديو ولا نص، ولا حتى يعرف التقسيمة بتاعتهم ولا ازاي حتى يعالجها. ولكن اللي بيحصل ان نظام التشغيل زي ويندوز او ماك او لينكس وغيرهم بيقدروا يخليك تشوف نوع الملف وحجمه وبيانات تانية كتير عنه، والعملية دي بتتم بسرعة. والسر ورا ده هو الميتا داتا، واللي معظم الوقت بتبقى موجودة جوه الملف في اماكن ثابتة، علشان انظمة التشغيل بانواعها تقدر تستخرج البيانات الاساسية اللي هي محتاجاها. وبشكل بسيط خالص لما بتجيب اي كمبيوتر جديد ولسه ما سطبتش اي برنامج عليه هتلاقي كل الملفات مبهمة، والكمبيوتر بيفضل يسألك ايه البرنامج اللي عايز تستخدمه عشان تفتح الملف، ولو اخترت البرنامج الغلط هيديك ايرور او مش هتشوف البيانات في هيئتها الصحيحة. وده لان كل برنامج بيعتمد على الميتا داتا اللي موجودة جوه الملف في تحديد اماكن البيانات الاساسية اللي هو محتاجها. وفي دايما قواعد ثابتة لترتيب الميتا داتا عشان تبقى مفهومة للبرنامج اللي هيعالج بيانات الملف. كمثال لو فتحت اي صورة وبصيت على البيانات اللي فيها واللي في هيئتها الحقيقية هي الصفر والواحد زي ما قلنا قبل كده، هتسأل نفسك فين الميتا داتا في الموضوع. ولكن اي برنامج صور بيبقى
تبقى عارف ان بالنسبة لملفات الصور اللي هيعالجها بيبقى السطر الرابع خانة 15 ده العرض، والسطر الرقم 7 ده الطول، وهكذا، وبيختلف على حسب نوع الملف. يعني الفيديوهات ليها برنامج خاص، والألعاب برضو، وحتى محركات البحث زي جوجل وغيره بتعتمد على الميتا داتا في تسريع عملية البحث. لأنك لو فتحت أي موقع وبصيت في الكود اللي مكتوب بيه الصفحة هتلاقي دايما فوق في تاج بيحمل اسم ميتا، وهنا بيرفق مختصر عن المعلومات اللي في الصفحة. مثلا لو الصفحة فيها معلومات عن الطبخ هتلاقي ان في الميتا مكتوب طبخ، او اي كلمات تانية دالة عن الطبخ، واللي بنقول عليها كي وورد، واللي اكيد كتير مننا سمع المصطلح ده من بتوع السيو. وبالتالي لما ابدا ادور مثلا عن كيفية عمل المحشي هتلاقي مفيش ثواني وجات لك الصفحات اللي فيها كلمة دالة في الميتا بتاعتها عن المحشي بانواعه، وهكذا. وما اقولكش عن صعوبات الحصول على محشي ورق الكرنب قبل ما يخلص. المهم لو الموقع ما فيهوش اي كلمه داله هتلاقيه مرمي في اخر صفحات البحث، حتى لو كان هو ده اللي انت بتدور عليه للاسف. ولحد هنا خلصت حكايتنا، واشوفكم في الحكايه اللي جايه على كودكس لاين، والسلام عليكم.